أنا جاي أحكي لك النهاردة عن أهم حاجة وأكبر غلطة عملتها في حياتي، والحمد لله عرفت أحلها في الفترة الأخيرة. إزيك؟ بدون كلام ورغي كتير، عرض المشكلة. من زمان وأنا عندي مشكلة كبيرة أوي في إن لما تحصل أي مشكلة في الشركة ما بعرفش أوصلها، ما بعرفش أحكيها أو أشرحها للمدير بتاعي، سواء حلتها أو ما حلتهاش. مش عارف أحكي، مش عارف أوصل المعلومة، أو مش عارف أعبر عن المشكلة، ومش عارف أحكي الموضوع بشكل متسلسل صح. فأنا هقول لك تيبس كده، او هقول لك خطوات بسيطه خالص تعرف تحكي بيها اي حاجه لاي حد. مش هقول لك بس مشكله، اي حاجه لاي حد. اول حاجه اختار الزمان والوقت. المشكله دي حصلت من شهر، المشكله دي حصلت من يومين، المشكله دي حصلت من اسبوع، المشكله دي حصلت النهارده الصبح الساعه 9 الصبح، وهكذا. تاني حاجه اختار المكان. المشكله دي حصلت النهارده الساعه 9 الصبح في مكتب مدير الاتش ار. المشكله دي حصلت من قيمه اسبوع في السويتش اللي المكان بتاعه في اخر الشارع شمال، او في الكرفان اللي اسمه كذا، او في داتا سنتر اللي في الدور الرابع، وهكذا. يبقى اول حاجه الزمان حصلت امتى، تاني حاجه المكان حصلت فين، تالت حاجه السبب. المشكله دي حصلت النهارده الساعه 9 الصبح، حصلت في الداتا سنتر اللي موجوده في المبنى الاداري مثلا اللي في الدور الرابع، والسبب كان ان في حد من الموظفين شد الكابل جامد، فحصلت مشكله في الارجيهيه مثلا بتاعت الكابل، فمش عارفه توصل داتا. فاحنا محتاجين نجيب مثلا فني يجي يعمل اعاده تأريش تاني للكابل، ونشوف هل الكابل هيرجع ياخد داتا ويتوصل على السويتش ويشتغل عادي، ولا محتاجين نغير مثلا حاجه في الباتش بانل، وهكذا. يبقى الزمان، المكان، السبب. بعد ما تحكي السبب تحكي الخطوات. مثلا جهاز كمبيوتر مش عارف يقوم او مش عارف يشتغل، فانت تحكي المشكله ازاي. والله المشكله حصلت مع الموظف امبارح الساعه 4 العصر. الموظف ده المكتب بتاعه في الدور الثالث، مكتب الاتش ار، استاذ محمد مثلا. الجهاز بتاعه كان كل ما يدوس على زر الباور بيفصل، مش عايز يشتغل. شفت انت لوحدك لما انا جيت حكيت لي المشكله، انت لوحدك اتفتح جوه عقلك تسلسل منطقي مظبوط علشان تبتدي تعرف بقى هو انا فين، في اول المشكله ولا في نص المشكله ولا في اخر المشكله، محتاج منك مساعده ولا جاي اقول لك تقرير او جاي احكي لك حكايه. بعد بقى ما تحكي الزمان والمكان وسبب المشكله، ابتدي بقى احكي في تفاصيل اكتر، زي مثلا ايه المشكله بالظبط. كانت مشكله فيزيكال ولا كانت مشكله ليها علاقه بالسوفت وير، كانت مشكله في برنامج مكيش، او الرامات مثلا زياده قوي فمحتاجين نعلي الرامات، او محتاجين نشيل البرامج اللي شغاله في الستارت اب، محتاجين مثلا نغير الباور سبلاي، السي بي يو مثلا بيسخن. يبقى انت حكيت دلوقتي تفاصيل اكتر عن المشكله. فاضل اخر حاجه وهو علاج المشكله او حل المشكله، ودي على حسب ظروفك انت. يا اما بتقولها للمهندس الاعلى منك او المدير بتاعك، فبتقول له والله المشكله لحد هنا كده وقفت، وبعد اذنك محتاج منك حل. او ممكن كمان تقول له حل المشكله، وهنا انت عرفت توصل المشكله بشكل مظبوط وبشكل منطقي متسلسل صحيح، اللي يخليك انت تبقى مرتاح وانت بتحكي المشكله، وبتعرف تعرض شغلك، وبتعرف توصل للي قدامك ان انا عرفت احل المشكله بالشكل ده او بالخطوات دي او بالطريقه دي. او لو المشكله دي حصلت هتعرف توصل للي قدامك هو يقدر يحل ازاي او هو يقدر يفكر ازاي. انما مش هيسالك بقى يقول لك هي حصلت فين، هي حصلت امتى، طب كان ايه السبب. وهو بقى غصب عنه هتفتح جواه زي كده بوابات منطقيه واسئله كتير قوي. هو حصل امتى، حصل ازاي، لا انا حاسس ان في فراغ في الكلام اللي بيقوله، لا انا محتاج اساله كتير. فده يحسسه كده ان انت مش عارف تحكي كويس، او مش عارف تديليفر المشكله كويس، او مش عارف توصل المشكله كويس. يبقى ببساطه كده وبسهوله عشان نلخص الفيديو ده، عايز تحكي اي حاجه لاي حد، مش عايز تحكي مشكله بس، او عايز تحكي اي حاجه لاي حد، امتى، الزمان، المكان، السبب، الخطوات، او تفاصيل اكتر، الحل. بس تعال ناخد تمرين مع بعض ونجرب، يلا بينا. ازيك؟ من قيمة يومين الساعة 4 العصر كان في مشكلة في الموظف اللي موجود معانا في الدور الثاني اللي اسمه محمد. البرينتر بتاعته ما كانتش شغالة، فلما رحت النهاردة وعملت تشيك على البرينتر اكتشفت ان البرينتر مش واخدة اي بي، وطلعت المشكلة ان البرينتر بتاخد اي بي بشكل عشوائي معمول بالدي اتش سي بي. فبناء عليه قعدت اعمل اعادة ضبط مصنع للسيتنجز اللي موجودة في البرينتر، اديت اي بي ستاتيك، وبنكت من جهازي على البرينتر، واتاكدت ان الدرايفر شغاله وكله تمام، وعملت تيست كمان لاكتر من نسخه ورق اطبعها على البرينتر دي. ها، ايه رايك؟ بعرف امثل جامد صح؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ كاني حكيت لك حكايه. امتى، فين، السبب، الخطوات، الحل. ده لو انت بتحكي المشكله وحلتها ازاي. لو انت بتتكلم عن مشكله بس هتبقى امتى، المكان، السبب، الخطوات او التفصيل بتاعك، وابتدي بقى شوف رأي اللي قدامك عشان يقترح عليك هو الحل. بس كده، لحد هنا وكفايه. اشوفك على خير، ما تنساش تصلي على النبي. سلام.